السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل كيكة بالمانجا، كيكة سبونش كده سهلة كده وخفيف جدا بالمانجا والكريمة، حاجة حلوة جدا. هنا أول حاجة هنوزن الدقيق، 170 جرام دقيق. أول حاجة حطيت كوباية بالكوباية المعيارية عشان اللي عاوز يعني مش عايز ما عندوش ميزان. بعد كده هحط حوالي نص كوباية كمان. بوزن قدامكم كده 170 جرام دقيق، والافضل يكون يا ريت عندكم ميزان لان دي بتفرق في بالذات في الحاجات الحلويات. و10 جرام و8 جرام بيكنج باودر، و150 جرام سكر، لا 120، انا اسفه، 120 جرام سكر، حوالي كوبايه الا ربع، و100 مللي ميه، حوالي برضو كوبايه الا ربع ميه، و3 بيضات، ونحط عليها فانيليا سايله. اول حاجه هنضرب البيض. ده كيك اسفنجي سهل جدا، ونحط عليه السكر. ده ممكن تعمليه في التورت، ممكن تعمليه في الجاتوهات. هنحط بقى معلقتين من الدقيق اللي احنا حاطين عليه البيكنج باودر، ومعلقه محسن جل، اهم حاجه معلقه المحسن الجل دي بتاع الكيك. ونحط شويه ميه، منحطش الميه كلها. هنضربهم بقى كويس لحد ما يبقى لونهم مفتاحه خالص معانا ويبقوا لونهم كريمي كده وقوامها تقيل. هننزل بقى بقيه كميه الدقيق وكميه الميه اللي فاضله، ونضربها بقى لحد ما تتقل معانا خالص. اهم حاجه تفضل تشوفي شايفين وصلت درجات عامله ازاي، لونها فاتح خالص وقوامها تقيل ماسك مش سايله. نجيب بقى صاج ونحط فيه ورقه زبده وندهنها سمنه، وننزل عليها بالكيكه اللي احنا عملناها، ونكون مشغلين الفرن على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص. متاخدش 10 دقايق لان هي طبقه رقيقه. اول ما تخرج معانا نكون محضرين كيس تلاجة عادي خالص، نفتحه ونحطها على كده على الوش لحظه واحده بس كده، نفردها عليها ونقوم جايين نشيلها. نشيل الطبقه اللي هي فوق الوش دي بتبقى زفره، ما بتبقاش حلوه، بتبقى واخده زفاره البيض، لازم نشيلها. فدي ما بتهدرش معاكي بطريقه حلوه جدا. هنعمل بقى الكريمه اللي هنحطها على الكيكه. كوبايه لبن، ونص كوبايه كريم شانتيه، ونص كريم باستري، ومعلقتين لبن بودره. ممكن تحطي معلقتين كريمه لباني بودره لو موجود، طعم حلو جدا، ومعلقتين سكر. هنا بقى باجي بعد ما الكيكه سبتها تبرد، قمت جايه قسماها وحطيت عليها شربات خفيف اللي هو كوبايه، نص كوبايه سكر على نص كوبايه ميه، بتغليهم على النار وتسيبيهم يبردوا، ونحط فيها الكريمه. يا ان شاء الله ياكل اشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان تلاقوا كل جديد. ما تنساش بتعليقاتكم. هنا بقى في المرحله دي هحطها في التلاجة او في الفريزر تجمد شويه عم اعمل الجيلي. هنا معايا باكوين جيلي مانجا بقى، فراوله، حسب الطعم اللي انت حباه. واحط عليها كوبايه ميه سخنه. الكوبايتين الجيلي احط عليهم كوبايتين ميه بس، احط كوبايه ميه سخنه وبعدين كوبايه ميه بارده. ممكن تزودي شويه نص كوبايه ميه كمان، ممكن تحطي كوبايتين ونص على الكوبايتين الجيلي، بس ما تكتريش كده عن كده عشان تبقى ماسكه معاكي. هنا بقى دوبت كل الجيلي كده. هنا بعد ما حطيتها في التلاجة بالفريزر جمدت شويه في نص ساعه. هنا بقى معايا مانجا متقطعه شرايح، حطها فوق الوش. وهنزل بقى بالجيلي، احط معلقه كده عشان ما يسيلش الكريمه معايا، ونحطها بقى في التلاجة لحد تاني يوم تجمد. طعمها حلو جدا وحاجه خفيفه قوي. هنا بعد ما جمدت معايا بقى سبتها ليله كامله في التلاجة. الجيلي جمد ازاي، هنقطعها بقى. ياريت منسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. متنسوش تعليقاتكم. شايفين حلوه ازاي، طبقات عامله ازاي، طعمها جميل جدا، جربوها.